السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشموع الفرنسية. كيكة لذيذة وجميلة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة بيضتين وهيكونوا في درجة حرارة الغرفة، يعني بطلعهم من التلاجة من بدري علشان تبقى دافية وأنا بشتغل بيها. بعد كده هبتدي أضيف لها شوية فانيليا وأضربها بالمضرب لغاية ما البيض يفك من بعضه. بعد كده هبتدي أنزل عليها بنص كوباية سكر وارجع تاني أضربها بالمضرب، واستمر في الضرب شوية لغاية ما تتقل شوية معايا وتلاقيها ارتفعت معاكي في الطبق. وهبتدي أضيف المواد السائلة. هنزل بربع كوباية زيت وأرجع تاني أضربه بالمضرب لغاية ما يمتزج الخليط مع بعضه. بعد كده هبتدي أضيف ربع كوباية حليب، هنزل بيها على الخليط وأرجع تاني أضربه بالمضرب. وبكده أنا ضفت كل المواد السائلة اللي معايا. وهبتدي أنزل بالمواد الجافة. هنزل بمعلقتين كبار مليانين كاكاو خام، وبالمضرب ابتدي أقلبه شوية مع الخليط والسوائل اللي موجودة قبل ما أشغل المضرب. بعد كده هشغل المضرب لغاية ما الكاكاو يختفي كله في الخليط. كده تمام. هبتدي أضيف الدقيق. هضيف 3/4 كوباية دقيق وهكون نخلاهم قبل كده. وهضيف معلقة صغيرة مليانة خميرة البيكنج باودر وتكون على شكل هرمي. وبعد كده هنزل برشة الملح. هبتدي دلوقتي بقى اشتغل بالمضرب السلك، مش هستخدم الكهربائي خالص. ابتدي اقلب كده، اقلب لغاية ما الدقيق كله يختفي معايا في الخليط. شايفين سمك الخليط بقى عامل ازاي؟ شايفين سمك الكيكة انها تعمل شريط وتختفي بعد ثواني. كده خلاص انا مش محتاجة اي اضافات تانية. طبعا انا مسخنة الفرن قبلها من فترة علشان الفرن يبقى جاهز معايا اول ما اخلص الكيكة. وهجيب صينية وادهنها بالزبدة، الصينية اللي هي بتتفتح من الجنب عشان تسهل معايا. وهيكون مقاس الصينية 28. وهبتدي امسك الصينية واوزع عجينة الكيك في قلب الصينية عشان كلها تبقى بارتفاع واحد لما تستوي. وهدخلها الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. اثناء ما هي في الفرن بتستوي هبتدي اجهز الشراب اللي هسقيه بيها بمجرد ما تطلع من الفرن. هكون محضرة 3/4 كوباية مية، وهنزل عليها بمعلقتين كبار سكر ومعلقة مليانة من الكاكاو الخام، وأقلبها كويس لغاية ما الكاكاو يدوب في قلب المية. الكيك خلاص استوى وعصاية الشوي طلعت نظيفة ما فيهاش أي عجين، تبقى هي كده تمام. هبتدي بقى أوزع الشراب اللي احنا عاملينه عليه، وأتأكد إن أنا سقيتها كويس وإن أنا وزعت الكمية كلها في كل الكيكة. بعد كده ابتدي أجهز للمرحلة التانية. هكون محضرة 3 كوبايات حليب، هنزل بيهم في الكسرونة. وهبتدي أضيف الكريم كراميل. معايا 3 أكياس من الكريم كراميل، استخدمي أي نوع انت بتفضليه. وهقلبه واشغل عليه البوتاجاز. وابتدي اجيب 3/4 كوباية مية وهضيف لها معلقة كبيرة ونص نشا، واقلب النشا في المية لغاية ما يدوب. بعد كده هبتدي اضيف له معلقتين كبار من السكر واقلبهم كلهم مع بعض، وهنزل بيه على الكريم كراميل بالتدريج، وفي نفس الوقت بتقلبي بايدك التانية. وكل شوية نقلبه لغاية ما سمكه يبتدي يتقل معاكي ويغلي. اول ما يبتدي يغلي هنطفي النار عليه. هكون محضرة 20 بسكوتة سادة، اي نوع بسكوت انتي بتفضليه. هبتدي اكسره بايدي قطع صغيرة، وبعد كده هضربه في الكبة عشان انا عاوزاه يكون ناعم. وده شكل البسكوت بعد ما نعمناه. بعد كده هجيب الخلاط وهحط البسكوت في الخلاط، وهجيب علبة قشطة وانزل بيها على البسكوت. وهبتدي اضيف الكريم كراميل فوق من البسكوت والقشطة واضربه في الخلاط، وبالمعلقة ابتدي اقلب البسكوت وارجع تاني اكمل ضربه في الخلاط. كده بقى جاهز معايا، هنزل بيه فوق من الكيك. والكراميل لسه وهو بسخونيته كده هبتدي ازينه بالبسكوت علشان الاتنين يمسكوا مع بعض لما يبرد.
هبتدي بعد كده اجهز الطبقة التالتة والاخيرة. هكون مجهزة كوباية مية انزل بيها في الكسرونة، وهضيف لها كيس كريم كراميل ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هولع عليهم البوتاجاز، وكل شوية اقلب فيه وهو على البوتاجاز لغاية ما يبتدي يتقل القوام بتاعه، واول ما يبتدي يغلي هطفي النار عليه، وابتدي اوزع الكريم كراميل لفوق من الطبقة التانية، وهسيبها بعد كده تبرد، وهدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات علشان تجمد وكل الطبقات تمسك مع بعض. بعد 3 ساعات طلعتها من التلاجة، وهبتدي اسلك الاطراف بتاعتها من الصينية بالسكينة كده، تمشي بالراحة لغاية ما تلفيها كلها. بعد ما سلكتها هبتدي افتح الكليبس وابتدي ارفع بالراحة كده. خلاص بعد ما رفعته شايفين شكلها بقى عامل ازاي من الجنب؟ شكلها جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.